ازيكم حبايبي عاملين ايه النهارده؟ قلت بقى النهارده ان شاء الله نجهز مع بعض الغدا. ايه هو الغدا النهارده يا ميسة؟ يا ترى ايه هو الغدا النهارده؟ بصراحة عملت سبانخ وعملت رز. بنتي نزلت السوق الصبح، لقيتها جايبة معاها سبانخ. انا ما قلتلهاش تجيب سبانخ بصراحة، يعني لان عندي اكتر ولاد مش بيحبوها ولا بياكلوها. بس انا اعرف ان السبانخ جميلة وليها فوائد كتير. فاول ما جابتها قلت لها تصدقي، انا النهارده هعمل السبانخ. وطلعت فوق السطح وفرشنا وخلاص عشان أقطع السبانخ، وكانت جايبة معاها كمية خضار. قلت أقطعها بالمرة وأنا فوق. طلعت لقيت الشمس شديدة جدا في المكان ده فوق السطح. فقلت لأ، أنا لو قعدت أعمل السبانخ هطلع تعبانة ومش هقدر أعمل أكل النهاردة، هتجيلنا ضربة شمس جامدة. طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان احنا في الشتاء، بس الجو ما شاء الله فوق السطح حاجة تانية. قلت لأ، أنا هنقل القعدة خالص وأغيرها في مكان فيه ضلة. معلش استحملوني، انتوا عارفين بقى انا قلتلكم الايام دي انا تعبانه والبرد مخلص عليا، فصوتي متغير جامد. استحملوني لغايه ان شاء الله باذن الله لما اخف. نقلت الخضار في الحته اللي فيها ضله، ورجعت اجيب السبانخ لان الشمس كانت شديده جدا جدا بصراحه. ما كنتش هقدر استحمل ان انا اقعد او اصور فيها. وانا بحب دايما في الجو ده ان احنا نطلع على السطح كده نقعد شويه ونتشمس. وهنا كنت نسيت الحله ومكنه التصوير، ورجعت اجيبهم. وطبعا دي حنفية فوق بغسل عليها أي حاجة بستعملها. كده خلاص نقلت القعدة بتاعتنا كلها في الضلة، وزي ما انتوا شايفين قعدنا في الضلة أحسن من الشمس. وإجا وسامة ابني قاعد جنبي بيتفرج. طبعا بتعملي ايه يا ماما؟ قلتله بعمل سبانخ يا وسامة. يعني ايه السبانخ يا ماما؟ قلتله يعني هنطبخها النهاردة. أنا مش بحبها يا ماما، أنا مش بحبها يا أمي. قلتله هي حلوة وطعمها حلو، لما نعملها تاكل منها. وفعلا برضو لما جهزتها ما كلش منها، كان مصمم ان هو مياكلهاش. هو فاكر ان هو خضار مطبوخ. حاولت ان انا اقنعه كتير ان هي حلوة وطعمها حلو، استحالة يجي جنبها. هنا كنت بقطع السبانخ الفروع اللي فيها في الاول. في ناس كتير بتحب تقطع الحتت اللي قدام دي وتعمل بقية السبانخ، انا بصراحة مبحبهاش، بتبقى جامدة كده ومش حلوة. انا بشيلها خالص، كل واحد حسب ما هو حابب. هنا بدأت ان انا افرز السبانخ اطلع منها لو فيها أي قشة أي حشيش أي حاجة مطرح الأرض، عشان ما ينفعش نطبخ أي حاجة وخلاص لولادنا أو لنفسينا. هنا طبعا بدأت إن أنا أفرز السبانخ كلها، هي لسه جاية وحلوة، بس أوقات اللي طبعا بيجي يشيلوها من الأرض والناس وهي بتحشها بتحش معاها حاجات كده من الأرض، ما ينفعش إن هي طبعا تبقى تتاكل الحشيش والحاجات دي، فاحنا بنفرزه وبنشيله. طبعا هو يروح يلعب شوية ويجي يقعد جنبي شوية، أروح ألعب استغماية يا ماما ويرجع تاني. وهنا بقى هبتدي ان انا اقطع السبانخ. صدقوني الجو فوق السطح كان جميل جدا، احسن من قعدتنا في البيوت. انا بحس واحنا قاعدين جوه الشقة ان الشقة دي جايبة التلج، هتطلع بره تلاقي الشمس وتلاقي الجو كويس. فلازم ان احنا نغير شوية كده شمس وشوية في الشقة بدل ما نتعب. بسبب قعدتنا في الشقة على طول تعبنا وجالنا برد، لكن لما نطلع والشمس كده نشوفها بتبقى احسن بكتير. وهنا بدأت ان انا اقطع السبانخ صغير خالص. المهم طمنوني عليكم وقولولي انتوا عاملين ايه، دي اهم حاجة في الدنيا. بنتي طبعا كانت واقفة بقى عمالة تنقر فيا، هتعملي السبانخ يا ماما واحنا مش هناكلها؟ قلت لها طب لما اعملها مش تاكلوها. طب احنا هنجيب جبنة وبيض وكده، قلت لها محدش هيجيب حاجة.
وهي دي اللي موجودة في البيت، هتاكلوها ماشي، مش هتاكلوها برضو مش هدخل حاجة، لأن دي فيها فوايد جميلة جدا، أحسن من الجبنة وأحسن من البيض والحاجات اللي هما طول النهار ياكلوها دي شيبسيات طبعا بنتي بتقولي يا ماما انت عمالة تفرمي فيها، بقولها أنا بحبها صغيرة. وهنا خلاص قطعتها كلها، وهي دي الكمية اللي طلعت معايا. وبدأت إن أنا أقطع الخضار، طبعا زوزو وإذا بنتي جت قعدت جنبي كمان، صحيت من النوم وهي جت جنبي وطلعت على السطح تقعد في الشمس مع أسامة، وأسامة عمال يقنعني إن هو عايز يقطع شوية خضار، وزوزو عمالة تقولي سيبيلي شوية خضار يا ماما أقطعهم، وأنا والله ما ينفعش يا زوزو السكينة حامية وهتقطع إيديكي، عمالة أقنعهم إن هما يروحوا يلعبوا مفيش نتيجة، إحنا قاعدين جنبك لما تخلصي. طبعا مش كمية الخضار دي كلها إن أنا هقطعها مع السبانخ، لأ أنا خدت زي ما انتوا شايفين كده حبة صغيرين، الباقي ده أنا بقطعه وأحطه في أكياس في الفريزر، بينفع في أي حاجة. وهنا نزلنا من على السطح ونزلت أجهز الغدا، وبدأت إن أنا أقطع البصل اللي هعمل بيه التسبيكة بتاعت السبانخ. أنا بحب دايما وأنا بعمل في الأكل أكون مجهزة جنب الرز، بحيث إن الأكل لما يخلص يكون الرز خلص معاه. هنا نزلت بحبة زيت ومعاهم الدهنة. طب كمية الدهنة دي كتير يا أم صابر، إحنا بنحب الدهنة في الأكل بتاعنا على طول. بحب لما يكونش فيه لحمة أو حاجة أعملها معاها إن يكون عندي دهنة، بتخلي طعمها تحفة أحسن 100 مرة من أي طير ومن أي لحوم، وبتبقى جميلة جدا. يعني لو مفيش لحوم أو مفيش طير مش هنطبخ. في ناس كتير مبتاكلش اللحوم والطير وعايشة كل أكلها على الخضار. وهنا بدأت البصلة تحمر معايا، وهنا كنت طلعت السبانخ من المية، نقعتها في مية كتير عشان خاطر السبانخ بيبقى فيها رملة وفيها حاجات مطرح الأرض. وهنا حطيت زيت وابتديت إن أنا أعمل الرز. قلتلكم معلش الكاميرا بتاعت الموبايل بتاعي ضعيفة فبتجيبش معايا الإضاءة حلوة. هنا نزلت بالطماطم وبعدين الفلفل الأسمر والملح الأبيض. وهنا طبعا العين التانية كنت بعمل في الرز وبحمر في الشعرية. وأول ما الشعرية تحمر معانا هنزل بالرز بحيث إن الرز يستوي يكون الأكل استوى، الاتنين يستووا مع بعض. هنا الشعرية احمرت، ابتديت إن أنا أقلب الشعرية والرز. وطبعا ولادي قاعدين ورايا عاملين ينقروا فيا ويلخبطوا فيا، طب اهدوا ربنا يهديكوا لغاية ما أخلص. وابتديت إن أنا نزلت بالملح زي ما قلتلكوا قبل كده، أنا مبحبش أستعمل أي حاجة في الرز غير الملح الأبيض. وزودت المية بتاعته ورحت هنا على التسبيكة، قلت كده كويس خالص لأن الخضار بياخد طماطم وبيحتاج تسبيكة، فأنا قلت كويس خدت غلوتين. لغاية ما جيت أنزل بالسبانخ اتفاجئت بابني واقف ورايا طبعا ماسك العيش وعمال يسرق في الدهنة من الطماطم. ونزلت بالخضار وخدت غلوتين وحطيت عليه كوبايتين مية. الطماطم حمرا جدا وجميلة، بس زي ما قلتلكم الإضاءة والله كان ريحتها جميلة جدا. والرز ما شاء الله استوى معانا زي ما انتوا شايفين وبقى زي العسل، ما عادش محتاج غير دقيقتين 3 واطفي عليه. انا بحب دايما الرز تبقى برزتها كده، محبوش مستوي زيادة عن اللزوم. ممكن يبقى لسه فاضل فيه شوية سوا صغيرين واقفل عليه واسيب السخونية بتاعته هي اللي تسوي الحبة الفاضلين. وهنا بقى هنبتدي نحط الغدا. شفتوا الغدا ما خدش معانا وقت ازاي. بصراحة السبانخ كانت جميلة جدا جدا، وكل اللي قالوا احنا مش بنحبها ومش هناكلها ما شاء الله عليهم ما سابوش حاجة في الحلة. وهنا ابتديت ان انا احط الرز، دايما بحب احط فوقه شوية خضار من المطبخين او اي حاجة من اللي احنا عاملينها.
هي وز قاعدة جنبي حتى في التسجيل. وهنا خلصنا طبعا وجهزنا صينية الغدا. تعالوا اتفضلوا معانا بالهنا على قلوبنا وقلوبكم جميعا. صينية جميلة وزي العسل، المخلل والسبانخ والرز. والولاد دايما قلتلكم دايما بحب ادوق الاكل قبل ما اطلع من التصوير، بعد كده ما بلاقيش فرصة. عمالين يصوروا ويقولوا انتي بتستنهزي الفرصة ان احنا بنصور وانتي عمالة تدوقي في الاكل، طب دوقينا. قلت لهم انتوا قلتوا متحبوش السبانخ وهتاكلوا بيض وجبنة. وهنا بقى طلعنا فوق السطح في الشمس نتغدى. طبعا ابني مبيحبش التصوير ومبيحبش دايما ان هو يظهر في الكاميرا، معرفش عنده عقدة تصوير. فاتفاجئ ان احنا بنصور واحنا في الغدا، فعمال يعاتبني ماشي والله لو اوريكم. قلت له ماشي بعد التصوير ورينا. بالهنا ليكم.